في العلاقات بين الراجل والست مهما كانت مشاكلهم بتبان كبيرة ومكلكعة، إلا إن الحكاية كلها بتكون بسيطة، محتاجة بس حبة صمت، هدوء، تفكير بالراحة علشان نقدر نجيب الزتونة. دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامل، محطة على المحطة. شعب المترو العظيم، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتسمع فيه الحلقة دي. أنا تيسير سعد وانت بتسمع برنامج دي الزتونة على راديو كامت. النهاردة الحلقة عنوانها طموح مين يا أم طموح. عنوان غريب قوي صح؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. بصوا، زي ما كل حد فينا بيعبر عن حبه بطريقته، برضو كل حد فينا بيفهم ويستوعب حب غيره ليه برضو بطريقته. عارفين زي ايه مثلا كده؟ زي الشغل للستات. يعني لو واحدة جوزها قال لها من النهاردة ما فيش شغل، أنا الشغل. هنا بقى في نوعين من الستات. واحدة تقولك بقى إيه، ده بيموت فيا، بيحبني، بيغير عليا لدرجة إنه مش عاوزني كده احتك بحد ولا اشتغل ولا اتبهدل. بصراحة كده هو خايف عليا من المواصلات والزحمة والقرف، بالبلدي كده عاوز يستتني. ده نوع وموجود على فكرة. نيجي بقى لواحدة تانية، أول ما تسمع جملة تقعدي من الشغل دي يا خرابي يعديك وكأن تعبان قرصها، وتسمع بقى انت بتكرر بمزاجك، انت عاوز تكبتني وتأيد حريتي، انت بتقتل طموحي. نايس تقول له انت اللي اكلت الجبنة. طبعا هو هيسكت؟ ازاي؟ ما يصحش، ما تجيش. لا، طموح مين يا ام طموح بلانيلة. مع العلم ان كل ده بيحصل بصوت عالي وصويت وخناقة العمارة كلها. لازم تعرف فضايح، يعني ممكن اوقات يتطور الامر كمان للطلاق. وبالرغم من التناقض الفظيع اللي بين الحالتين، إلا إنه الموضوع ولا يمين قوي كده ولا شمال قوي كده، وكل زوج منهم ليه مبرراته لسيبان مراته للشغل، وكل ست برضه ليها مبرراتها إنها تقبل أو ترفض. وعشان كده في أسئلة كتير هنا. هو صحيح الست ملهاش غير بيت جوزها وعيالها، ومدام هو مكفيها وحاجتك في تلاجتك كده يعني ملوش لازمة الشغل؟ وهي لو ما اشتغلتش طموحها هيموت؟ وهو حقيقي ان الراجل المصري ما بيحبش ان مراته تكون في كارير او في بوزيشن اعلى منه؟ بصوا، عادة في اي موضوع يخص الراجل والست هتلاقي 100 رأي، 100 نظرية، 100 كلمة، خصوصا بقى في موضوع زي موضوع الشغل ده، موضوع بتاعنا النهاردة. يعني في رأي بقى من 100 رأي دول شايف ان الراجل شريك الست في البيت، وانه ضروري المشاركة دي تكون في كل حاجة، زي مثلا الواجبات المنزلية. بس على فكرة الاتفاق من الاول بيريح في كل حاجة، وده لو متفقين يعني على كل حاجة مع بداية العلاقة بالحب كده ما بينكم. ففي ناس بتريح نفسها من وجع القلب ده كله، والطرفين بيتفقوا من الأول سواء هتشتغل ولا لأ. أهمية الشغل من عدمه للست بتتوقف على حاجات كتير وعوامل أكتر، وبيختلف ده على حسب الزوجين، مستواهم يعني الاجتماعي، الثقافي، المادي كده، ظروفهم عموما. مثلا زي ايه مثلا؟ دوافعها هي كده للشغل. فبالراحة كده نمسكهم واحدة واحدة. اللي بتقول انها بتشتغل علشان الطموح، وده سبب كفاية قوي انها تشتغل، ماشي يا ستي، بس المهم ان شغلك ده ما يجيش على حساب بيتك. حققي طموحك وكيانك، انجحي، افرحي بنجاحك، بس المهم ما تحطيش بيتك واسرتك سلم تقفي عليه عشان توصلي. خلي بالك، زي ما طموحك مهم بيتك كمان مهم. ما ينفعش تبقي مسؤولة مثلا عن بيبي لسه في أول شهوره وتسيبيه يكبر وهو متعود على الداده يا ستي أكتر منك، بقى ده اسمه كلام والنبي. قسمي وقتك، اعرفي أولوياتك، حددي الحاجات اللي ممكن تتعارض مع شغلك، وحطي الحلول والبدايل. من الآخر كده يعني اعملي كل اللي بإيدك علشان ما تحسيش انك قصرتي، مش عشان جوزك ما يلاقيش حجة يقعدك بيها. في نوع تاني بقى شايف ان الشغل هو اللي هيزود ثقافتها ويحسسها كده انها موجودة، وانه حرام تقعد في البيت وهي معاها جامعة وتعليم عالي. في الحالة دي انك تشتغلي او ما تشتغليش مش هتفرق كتير، بس اللي محتاجة اعلق عليه هو انك بتتعلمي مش بس علشانك، انت كمان بتتعلمي علشان ولادك بعد كده. انت ناسية انك هتبقي ام؟ الأمومة حاجة مش سهلة إطلاقاً. على قد متعة الإحساس ده، على قد التعب والجهد اللي هتبذليه علشان تكوني أم جيدة بصحيح كده. الأم مش هي الأكلة اللي عمرك ما هتدوق زيها ولا في مليون مطعم، ولا اللبس النظيف المكوي، ولا الأطباق المغسولة كده، ولا الساندوتشات اللي بنلاقيها كل يوم في شنطة المدرسة من وإحنا صغيرين. ده كله مهم، بس في حاجات تانية أهم بمراحل. الأم هي اللي بتسمع وتفهم وتوعي وتصاحب، تذاكر من أول وجديد، من أول الحضانة. هي اللي بتخلي بالها من كل حاجة، من صحابنا، من أكلنا، من نظافتنا، ومن ضحكنا.
حتى من دموعنا، من مين بيزعلنا ومين بيحبنا. بس خلي بالك، الثقافة عمرها ما كانت بالشغل. انت ممكن تبقي مثقفة أكتر من وزيرة وانت ست بيت، بالقراية، بالتلفزيون، بالنت، بمليون طريقة يا ستي. بس ده لو انت يعني فعلا عاوزة. لو قدرتي تعملي كل ده وتوفقي ما بين شغلك وكونك اشتغلي. بس لو مشكلتك في الشغل هو شغل البيت، يبقى جيبي خدامة وروحي شغلك، وتبقي كده حليتي مشكلة الشغل ومشكلة شغل البيت، ونسيتي انك مع ان ده الأهم. وهي دي الزيتونة. كانت معاكم تيسير سعد في برنامج دي الزيتونة على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع دي الزيتونة مع تيسير سعد على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت. راديو كامت، راديو كامت، محطة على المحطة.